يمكن حاجة أقولها يمكن لأول مرة. أنا كنت بفضل الله السبب في دخول حمدين صباحي مجلس الشعب سنة 2000. كان حمدين معانا في مجلس نقابة الصحفيين عضو معانا، وأنا اللي رشحته للإخوان أو تفاوضت مع المستشار مأمون الهضيبي رحمه الله نائب المرشد العام للإخوان المسلمين آنذاك. وكان أصلا مرشح هذه الدائرة شخصية إخوانية معروفة لها شعبية جارفة في دايرة بلطيم والبرولس، هو المهندس محمد عامر، زوج أخت الأستاذ حمدين صباحي. زوج أخته. بالمناسبة حمدين صباحي من أسرة في كتير منها إخوان مسلمين، اللي النهاردة بقول لك الإخوان بعضهم بيرتكب العنف، يعني إخواته أو قرايبه أو أخته السيدة الفاضلة المحترمة زوجة المهندس محمد عامر اللي هو عضو مجلس الشعب السابق، يعني زوجته أيضا بتنتمي لهذه الحركة اللي هي أخت حمدين اللي بتمارس العنف اللي حمدين مش عايز يعترف بيهم. المهم حامد صباحي الله يرحمه مش ابن عمه؟ فأنا نعم كان ماسك مسؤول إخوان في بلطيم؟ ومن أسرته ناس كتير حمدين من الإخوان، لكن السلطة تعمي للأسف الشديد. والراجل مسك سلطة والسلطة طبعا الطمع في السلطة، ما هو أصلا كان شريك في الانقلاب والآن هو شريك في مؤامرة شرعنة الانقلاب. نازل دلوقتي النهاردة واخد 4.5% مع قائد الانقلاب اللي خد أو خد 5.5%، وقائد الانقلاب 4.5 لا هو 4.5 ما كملش. فيعني فضيحة. نازل ليه؟ لأنك مصر على استكمال المؤامرة. شاركت في مؤامرة استدعاء الجيش والانقلاب على الشرعية، والآن بتشارك في مؤامرة شرعنة الانقلاب. أنا حمدين صباحي أقنعت المستشار مأمون الهضيبي إن حمدين تخلى له هذه الدائرة، رغم إن شعبيته لا تقارن على الإطلاق بزوج أخته المهندس المحترم النائب محمد عامر. واقتنعوا، لأن أنا أقنعت المستشار مأمون الهضيبي وقلت له هذه الدائرة ستزور ضد الإخوان. فطالما هتزور، أنا حمدين صديقي، وإحنا حمدين من الشخصيات الناصرية التي تعترف بأخطاء الحقبة الناصرية.